شباب كل تشارك اللايف خليه يصعد. والقرآن هذا فصل اني ارى فصل امامي، اني ارى قسط. شباب هاي المشكله والله كبرت، هاي المشكله صارت قبل شوي والله العظيم اتعارك. عرفتوا ايش الاشكال؟ هسه راح نتدخل وراح نسولف. ابو عطوان ليش بخلي راسك براسها؟ انا اقول لك ليش، لان صار لنا 3 سنين ونص تنصب علينا بالحكي والسوالف. يعني انت انا هسه هذا حيدر اعرفه صار لي 5 سنين، تخيلوا هذا حيدر 8 سنين 8 سنين لا 5 سنين 8 سنين من 2017. انت تتابع، انت تعرفني من 8 سنين، انا اعرفك من 6 سنين. لا من 2017 تعرفنا. اعرفك من 17. خلينا نحكي شباب. هذا حيدر انا اعرفه من 8 سنين، تخيلوا انا اعرفه من 8 سنين وهي اعرفه من 4 سنين، تخيلوا اعرفه من 8 سنين واكتشف بعدين انه هذا مو حيدر، اسمه مو حيدر، اسمه مثلا فوزي. هذا مو طائي من غير عشيرة، مثلا زيدي من عشيرتي، هذا امه مو ميته. ها هو امه اللي شفتها طلعت هاي مو امه متوفيه. كل اخويا اختها من الزوجه هي ما موجوده اصلا، ماكو شيء اخت بالعالم. بعد شنو؟ اختي اللي تضبط عليه، اختي اللي كان يقول هاي اختي وكذا وهذا وسلم عليها، طلعت هاي مو اخته، طلعت مرته. فهمتوا عليه؟ وصلت الفكره يعني. كانت تقط وتاخذ. انا بالنسبه لي ما قاطتني، ما قاطه المتابعين ابو عطوان ونرفزتهم. طبعا شباب انتظروا بس خلينا نحكي. فوصلت الفكره هسه، افتهمتوا الموضوع شنو؟ موضوعي انه اني مو من عندها، موضوع انه اني حسيت انخدعت. يعني كم سنه واحد باني لي قصه هيجي ويضحك علي بالبيت، هو انت بعيد هي ورجلها. فهمتوني؟ هسه هاي الموضوع، هو هذا الموضوع. هسه هي داخله بحساب رجلها فارغ طبعا، ما يكتب هيك حكي لان يعرف كل واحد جوع هم واحد لا نتفند لا تحكي. اوكي ما نحكي لا تتفند. اوكي. فكاتب علي انه انا واحد فارغ اقدر اسحله، انا اريدك تجي وتسحلني بباب بيتنا. انت تعرف عنوان بيتنا وين؟ اسال مرتك، هي تعرف عنوان بيتنا وين، لان قايل لها الناس يعني بالاصدقاء كلهم يعرفون، المقربين يعرفون عنوانه وين. اريدك تجي بباب بيتنا، والله اريدك تجي. تدري ليش؟ اذا انت رجال تعال. لا هو رجال وشغله يسويها، انت سويها، انت رجال. والله اتمناها، والله العظيم اتمنى تسويها وتجي. تدري ليش؟ صراحه اريد اعدل المات الحاسبه، اريد لي فد يعني فصل معدل اسوي بيه الغرفه، طلع لي فد كم مليون. والله جديات والقران اعطيك والله العظيم، بس اخذ من عندهم فصل والله اعطيك تستاهل. فانا اتمنى من الله تجيني والله وافصلك فصله معدله والقران الكريم ورا ما تنقتل. زين. لا مو بالعكس، احنا نريد ناخذ فصل زين. يعني هو من باللزمه لا انا اريد فلوس من عندهم. اوكي استفاد يعني استخدم سلاحهم ضدهم. طنطيره ايات احلام والله العظيم بالقران دا احكي جديات. فاني هسه علاوي حاكي علي هسه هاي المنشور ماكو حاكي هسه. اوكي لو حسابي طار. ايش وقت اخر شيء صارت عندك مشكله؟ اعطيني هاي السكرين هسه اسوي لك حساب جديد راجع لك اياه والله لا يهمك. حسابه طار تبليغ تم حضره وحسابه. لا ما تشمتين بي، ما تشمتين بي. عادي ترى حسابه يروح يجي غيره. ترى اني بس مثل ما سويت لك حساب مرتين سويت لك حساب 20,000 رجعتش مرتين. حسابي طار مال تيك توك. هذا الحساب اسويه اضعاف اقدر، والشباب ما يقصرون. فاذا انت فرحان عد تبلغين. وهذا هو اصلا كان عنده مخالفات 24 ساعه يدخن والله قدام الجذبه، هو بتفرق اياه اصلا يعني. والله عادي ترى ما يهمني. زين وتدلل اسوي له حساب جديد. الحلوه بيه اذا اسوي له حساب جديد وراجعه احسن من قبل وتدلل وخذها مني. لا انا مو قصه الحساب، انا ما يهمني الحساب اصلا ولا يهمني الارباح. بس انت من ورا التدخين ما تجي قايل صار تراكمات ولا يهمني الارباح البي. والله العظيم اسوي له حساب جديد وراجع اكثر من قبل. زين هاي وحده. هسه انت اذا حاكي علي انت مو تقول اني هسه ابو عطوان فارغ واسحله بباب بيتهم، اني ارجوك تجي تسحلني بباب بيتنا. اتمنى من الله تجي تسحلني بباب بيتنا، لان والله محتاج اطقك بفصل معدل ويعني واسوي لي والله سوالف. يجوز اشتري لي بيت ثالث والله العظيم، يجوز فصل زين. انا ما تبي ارباح كانت بأرباح، فيديوهات حلوه، فيديوهات التجمع، فيديوهات الشباب.
انا ما قارني ما قارن شيء غير بس فيديوهات الموجوده بي. لا طب ما مرض يلا سهله. موجوده كل الفيديوهات عندنا موجوده، واسوي لك حساب احسن من عنده. لا انا ما يهمني. خليهم يشمتون. لا انا بالعكس ما يهمني والله. ترى الفيديوهات كلها موجوده ترى عندنا. انا قناتي اكبر دليل، هي مره عايرتني قالت لي ابو عطوان صعد فوتو ابو عطوان، سويت له القناه تركتها بعد. زين ترى انا ما تهمني لا سوالف الهاي ولا اكو لوقيه هوايه. طبعا عندكم محمد الحسيني، هذا عباره عن لوقي مالته، على فكره كانت تصنف عليه 24 ساعه تضحك عليه. بس مختصر محمد الحسيني اقسم برب العالمين، اقسم برب العالمين، الناس اللي يدافعون عنها كانت تضحك عليهم والله العظيم، اقسم بعافيه اطفالي. محمد الحسيني كانت كل ما تريد تطلع لي في صوره في شيء واحد سخيف ويضحك ولازم ورده، حتى لازم ورده هيك حمراء كانت تضحك عليه بيها، وهسه هو يدافع عنها. سبحان الله. صدق اكو ناس يحبون الاهانه والله العظيم، اقسم برب الكعبه. عندكم بعد منو؟ طاهر الخزرجي. اني هذا الولد حطيته براسي وراح اروح لهم، اني انت قد فصلك بالنعال اعطيك اياه بس بعد ما ادقك، فراح اجي ادقك واعطيك الفصل مالتك، ما عندي اي مشكله. زين اخليك اعطيك فلوس والله بس ادقك واصورك، فراح اسوي لك اياها. بينما علي ثائر اللي هسه هي داخله من حسابه ما ادري رجلها وكذا، اني اتمنى من الله، اريدها من الله سنين تكبرين الموضوع. تعرفين شلون اذا احطك براسي انت وعلاوي شلون اذيكم، تدرين تعرفين وانا حاشي لك اهلي ومنو وين واصلين. هي تعرف كل سنه انا وين داوم بالعشاير بالعمامه وخوالي، هي تعرف كل سنه وبالقانون ما اسوي شيء عكس القانون. فاتمنى من الله تلعبين هاي اللعبه. هالتعليق اللي كتبتيه انت او رجلك مال انه اجي اسحلهم، اتمنى تسويه، اتمنى تجين باب بيتنا تندلين بيتنا. انا يعني حاكي الولد والك والشباب، اتمنى تجين والله العظيم. لا اخليك تبيعون اعضائكم عم توفون الدين مال الفصل والله العظيم، وبالقانون وبالعشائر. انا ما راح اسوي مثلكم، انا احكي كل شيء بالقانون. اني ما احكي على الهدايا والدعم اللي اعطيت اياه، لا انا ما احكي على هذا الشيء، لكن انا احكي على شنو؟ على النصب والكذب والخداع. من تقول هذا اخوي ويطلع رجله، قولي رجلك ما بيه شيء، احنا حبينا علاوي. انا بالبدايه حبيت العلاوي حبيته وحبيت علاوي واعتبرتهم اخوتي واصدقائي بس ليش هالكذب؟ يعني ايش راح يصير؟ يعني انا رجل متزوج عندي اطفال، ويعني ايش راح يفرق اذا انت متزوجه او ما متزوجه؟ يعني ما انا شلون اعرف انت متونس من طار حسابي؟ لا بس اني شو راح يفرق وياي يا حيدر؟ ما اعرف هي والله ما اعرف يعني بس هدفتي مش راح يفرق اذا ليش ما تحكين الصراحه؟ يعني ما راح ياثر علينا. يعني اكو ولد خطيه ساعدنا بالتجمع من ورا الكذب مالته انه احنا شو اسمه يعني ما دافت. انا بالنسبه لطاهر الخزرجي والله العظيم لو اعرف اخر يوم عمري الزمه، لان هذا اتجرأ وهذا كان يجيني. والله تدرون طاهر الخزرجي اقسم برب العالمين والله كان يجي من يحكي وياي كان يريد يطلع راسي شاشه، كان شو يقول لي؟ ابو عطوان تدري ناقصني بس شاشه عمود ريبلاي؟ قلت له ان شاء الله يا رب الله يوفقك. قال لي والله ناقصني شاشه، قلت له والله الله يعطيك. ابو عطوان ناقصني شاشه، تدري انت والله العظيم ان شاء الله بك تجيك شاشه، بس تدري والله شاشه بس ناقصني شاشه والله يا ابو عطوان. يعني ان شاء الله تلقي شاشه. ابو عطوان ناقصني شاشه ابو عطوان يا اخي تجيك شاشه طارش عليه والله العظيم هيك حرفيا، اقسم برب الكعبه هذا حرفيا. كان جدي يا ولد، كان هذا يجي ما عنده كرامه، يجي البغدادي جدي يلطش. لا تعصب ابو يعتبرونه شباب. طاهر الخزرجي كان يجي البغدادي اي والله جدي يجي والله العظيم يمك ما عندي مكان. هم ابو عطوان جابوا علي وسيني رجلها كانوا يخلونه هيك مثال للشخص اللي احنا نعطف عليه ونعطيه الهدايا مال غيرنا، يعني يتخوردون براس غيرهم بعلي. هي هاي الحقيقه باختصار. شلون انا كل اللي مضوجني شلون عبرت علي 3 سنين ونص هاي الفيلم السينمائي كله. تضرب فيديو حينزل على اليوتيوب. انا بس هدفتي شلون يعني انا شلون عبره، انا انصب على العالم، شلون نصبت علي هاي؟ بعض شنو قصه العركه مال رجل هولندي ولا كان انا بهولندا
وهولندي الاصل ودوله وش سلطه وما قدروا يسووا لي شيء، لان انا اعرف القانون واعرف انه انا ما مسوي شيء غلط. انت ورجل تقدرون علي. شوفي راح اعطيك الاختصار، بشرف الهويه مالتي هناك. اعطيك الاختصار. اذا تريدين من جهه الرجال هولندي داخل بفيزا مواطن هولندي وذولا يهددوني، ايش راح يسوون بيك؟ ايش تتوقعين؟ اذا هسه اروح للسفاره اقول لهم انه انت ورجل تهددوني وانا مواطن هولندي، بعيدا ورا ما راح افصلكم احنا. لا هاي اكيد. ايش تتوقعين ايش راح يصير يعني؟ من اروح مثلا للسفاره اقول لهم انا مواطن هولندي داخل للعراق بفيزا سياحيه واكو اثنين اعتدوا علي، تدرين ايش راح يصير بيك؟ تتوقعين هل يعني على مودك عمود سواد عيونك وسواد عيون الاخ علاوي، هل راح مثلا يعني تخرب العلاقات مع هولندا عمودكم انتم مثلا يعني؟ صبايا والله القرآن الكريم ما تعرف ايش ذاك المفروض. ايوه ابو عطوان حبيبي حسابي طار. ذاك حبيبي اذا ما اسوي لك حساب احسن مني تقول بهالقص مشاك محشوم. لا والله واحد متونس هذا خط طايره. واللي كتلك الناس اللي يدافعون عنها تضحك عليهم. يعني هذا طاهر الخزرجي المطي مستخدمته عباره عن هذا لعبه احنا نعطف عليه ونطيه حتى يروح يشكرنا مالتهم المجدي، وهو قابل من الموضوع، ما عنده كرامه ما عنده هاي وحده. وعندك محمد الحسيني كانت 24 ساعه عنده صوره ماليك يقدم ورده حمراء لازمها، هاي الصوره دائما تستخدمها ضده من تقول من تريد تحشش، يعني مسويتها منصب ومضحكه ويدافع عنها هنا. سبحان الله والله شباب والقرآن الكريم. انا ما اذي احد ولا احب اذي احد، بس من احس واحد يريد ينصب علي لا هنا أنا توقف. انا ليش تضوجني؟ معتبرها صديقه واخت ومقربه وادعمها وباليوتيوب وكذا وكذا، بعدين من اكتشف انه انا الزوج بالنسبه إليك وهناي وهاي ناس مسوي، انا هاي اللي دقت عندي، هاي اللي دقت عندي. فبالنسبه لذول الثلاثي الطاهر الخزرجي والله هذا زربه يعني لا شيء، واحد تعبان. ياسين ما عليه شوف هالموضوع، بس اذا عندك غيره اطلع حبيبي. ف طاهر الخزرجي اني وين ما الزمه اشقه هيجي حبيبي، شقه حلوه جميله لطيفه زين التيك توك حبيبه. اي هاي اللي راحت قناتها ايفان بالضبط، واللي راحت ايش اتهمت؟ قالت انه انا كذاب ونصبت على اليوتيوب وما حد مهكرني وانا سويت فيلم على موت. هي هاي المشكله، تغير الشغلات بوجهي. بالنسبه لطاهر الخزرجي اني اخذت معلومات عليه وراح اتواصل واوصل لهم، يعني شغله يوميا يعني هيك بالكد اوصل له. وبالنسبه لذاك الثاني علاوي هو ومرته فاحنا فانا انتظرك، اتمنى تجي تزحني والله. وتدري شغله ولا راح اطخك، اخليك اتمنى تجي تتجرأ وتزحني. تدري دقة البيت شنو يعني؟ دوسة البيت شنو يعني؟ عفوا احكي له والله دوسة البيت. تعرف دوسة البيت زين ذاك قبل المنطقة. يفوت للمط لا يفوت للتراث وبيت ابو عيطه موجود. صح ابو هدى. ابو هدى شو اسمه العقابي. صح لك ابو هدى. تعرف ابو هدى منو؟ والله لا يخليك خابر المكتب واسال منو ابو الهدى. خراب ان وبالقانون والله. ولكن انا ضربوا بنهم راشدي صارت بكيسيات والله امارات وبكيسيات. انتوا ناس فقره. اي العقاب انا خوال عقابيين حبيبي زين. ف صعدت ابو تاكسي كان يريد يسوي مشاكل. فاخر شيء بعد ما قلت لك عليها ابو التاكسي كان وياي زهير الاديتر. شو قلت هاي قبل كم يوم صارت، ما قلت لك عليها. قاعد يبيع براسي وكذا، وهذا كان المهم بدنا نحكي هالسوالف. كان شافني انا طاب هنا، قال لي انت ايش جابك؟ انت تعيش هنا بهاي المنطقه؟ قلت له ايش بيها المنطقه هاي؟
كان يقول لي اي بس انت ليش عندك عايش هنا؟ قلت له مو انا عايش، مو انا قريب على خوالي. قال لي خوالك منو؟ قلت له بيت ابو عيطه. كان يقول لي ها تفضل. والله يعني انتوا يا دوم تركضون على لقمتكم وعيشتكم، قاعد لا تشوف تندقون بالاكبر منكم. والله نصيحه، انا هسه اعطيش نصيحه انت ورجلك، واني ما يعني انا لحد الان ما مهذب. هادني الحين هسه ما هادني. لا انا نفسي لحد الان مهذب ومحترم وما جبت اسمك بشيء محلو. بعدنا ما مطلعين الموضوع. دا احكي بس في حدود الكذب والخداع مالتك. اي ما كلمه طلعنا المضموم. اي كلمه وراح يطلع تتجرئين فيديو. بيها انت او هذول العفطيه جماعتك، طاهر الغزرجي والله والله كنت ادخل. لا الكعبة شرفت سيدنا برجع فتح. والله صدق. يلا عادي بنجيك انذار سد اللايف ورجع فتح. جزء مبين. ها والله اذا ضوجيني ايش ما احكي عليش حريقش ما تفكي. اي تعرف تعرفين انا منو، تعرفين ايش اقدر اسوي. يصير يصعد السكر مالته يروح يموت بالطريق. والله دا احكي جديات. وذاك اليوم ايش تقولين على جاسم؟ تقولي لا ابو عطوان يتمنى انا ارجع احكي غير انا اكرج كره العمى. غير احنا ساترين عليك اذا طلع سوالفك. لا 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 ما نحكي شغلات احنا. زين ليش تطوجيني؟ اي منشور هذا المنشور مال هذا العفطي مالتك انتو وياه اذا تكرر اريد من الله تكرروه. اذا انت اذا رجلك هذا سبع خلي يكرر، خلي يحكي كلمه له خراب ان اصعد انا اصعد والله اصعد هنا بالقران اطقكم بفصل معدل غير ما اروح اشتكي عليك بالسفاره واشتكي اخنكم خنق والله خنق بالقران الكريم خنق داحش جديات. المشكله انا ندلي يا وين بيتهم. لا انا تواصيني على الحساب يا ولد ترى والله ما يهمني الحساب. بالعباس ابو فاضل ما يهمني الحساب. هو هسه اسوي لك واحد جديد. اقول لكم شيء هو وبوله ابو عطوان جديات ما اشاقه. هذا الحساب خليك ابو عطوان من رخصتك. هذا الحساب بفضل الله بفضلكم بفضل ابو عطوان صعد. انا ما حد يعرفني الحمد لله. انا افتخر. ايش قد الرقم؟ ايش قد وصل الرقم؟ 25 كي. هسه دطي مجال شو ايش قد راح اوصل لك اياه ما لك دخل. مختصر شباب انا هذا الحساب صعد بفضل ابو عطوان وبفضلكم وبفضل الله. لا يهمني ولا شيء. اللي يهمني كانت بفيديوهات حلوه لحظات حلوه كانت يعني فيديوهات ما قبل سنتين 3 سنوات زين وبي ارباح مرتبه كنت محضرهن للجوله وراعه تقريبا بال$200. فيعني طز ما يهمني جديات والله فدوى اللي ترى برجلين ابو عطوان وما يهمني الحساب اسوي 10 ويصعد ويصعد ويصعد. انت وين نايمه؟ انت وين نايمين؟ زين الحمد لله وشكر. انا مو قصه شيء والله انا قاهرني الفيديوهات على ثار. انا ادري انك انت قاعد تنزل منشورات هسه لان جماعه يدزون صور. لا تطلع اللي لا تطلع شو اسمه النار والشر اللي براسي جدياته اذيك. مختصر للجرب اسال مرتك شو مسوي انا شغلات وانا ما احب اتفاخر بهي الشغلات عيب. بس اسالها الناس اللي ياذون ايش سويت فيهم وتدري كل الزين. هي تدري قول لها. فاذا تصعد براسي ما تدز لي سكرينات عمامي واقفين بالباب جيبهم والنعم جيبهم حتى اجيبهم انا همين ويصير حبيب والله. ليش قاعدك على الرنقات؟ تسكت وما حلقك ما تفكي. انتوا الغلط براسكم. انتوا ناصبين على العالم وعلي انا واحد من العالم. ادعم 3 سنين واني وصديق واخ وما ادري منو وهذا امه مريضه وهذا ادم ابنك اللي هو ابن اخوك طلع صار وسنين لاختك طلعت مرتك واللي هي اصلا مو سنين واصلا مو ديناميه واصلا ما ادري والله ما ادري لك فيلم هندي حرفيا من سرف الحائط ما ادري يعني. انا اللي مضوجني انه كنت عايش يعني قصه صديق والموضوع يعني غير شكل وهسه بدي يحكون عليه.
اوكي هذا اخر انذار، والله العظيم دا اقول لك اخر انذار. اوكي لحد الان انا ما فتحت حلقي باي شيء غير اللي دا اتكلم عنه. اوكي امير سامونسكي يسلم عليكم. من السليمانية السليمانية ما ادري من يجي من الجنوب من الجنوب اجا البغداد. المهم لحد الان انا دا احكي فقط على الخداع والنصب والكذب كذبتوا علي. شباب ورا كلمة ثانية وين حسابي بالقرآن الكريم اصعدهن واصعد اللفظ زين. اوكي حكيتها بعد. كلمة ثانية ما اريد. لا والله جد شوف عبد الله اخوي انا ما بحب اذي احد، لكن لما اكتشف انه انا صداقتي مبنية على كذب وخداع تقريبا 4 سنوات احس انا الزوج. هسه اللي ما يفتهم الفيلم شنو يعني، تخيلوا هذا الولد حيدر بعد 8 سنين انا اصدقاء واخوه واحبه وكذا يقول لي انا مو حيدر. لا هو ما يقول لي، اكتشف انه هو اسمه طارق، اكتشف انه اخته اللي مسلم عليها وكذا تطلع مرته، اكتشف انه امه اللي يقول لي مريضه هي متوفيه من 10 سنين، اكتشف انه ابنه الصغير مو ادم ابن اخوه. اكو شيء حقيقي حكيت لي اياه، شلون اتحمله بعد هذا؟ شلون احبه بعد؟ شلون ما اكرهه؟ تفتهمون الفكره شنو؟ هو هذا الموضوع. ما هذا انه حكيت على المتابعين وغلطت عليهم وتعاملهم وياهم لما كانت تقط بالشباب. انت تفتهمون الموضوع شنو؟ هذا كانت تاخذ من الشباب. هاي سالفه البوق والنصب والفلوس. هسه انا ما دا احكي على راح ينزل فيديو على اليوتيوب ومستعد قناتي هم تطير عادي طز. انا هسه بالنسبه لي دا احكي انا عن نفسي. انا ليش 4 اشهر ما حكيت بالموضوع؟ لان قلت خلص طز. بس من رجلها خابرني يقول لي والله انا ولد عمي موجودين ويدز لي صوره ما ادري منو، خراب انه صعدت عدي لهنا وهمي هددته وحكيته. قلت له مو تهديد يعني، قلت له انه تريد بس راح تتاذى هلا بيك تعال جيبهم تعال وبالنعم. ما سوى شيء. قبل 4 ايام تحشوي على جاسم، يعني هم اللي يحرشون بيه. قبل 4 ايام تحشوي على جاسم، تقول له احسن له خلي يعوف. انا كلمه احسن له صعدت عندي. لا والله خلينا عقلا وياك، وراح ينزل فيديو عليك على اليوتيوب بعد، وراح ينزل لقاء ويا بعطوان وراح يسولف بيه كل شيء. لا وراح نطلع حتى لحد الان. شوفي البنيه على عين راس، البنيه نصابه. لا شوف احنا خلينا نوضح شغلات. البنيه حيالة محترمه، اخلاق، سمعه على عين وراسي، ما شفنا عليها شيء والحمد لله. البنيه مؤدبه ومحترمه، هذا نقطه راس سطر. انت ما شفت انا شفت. لا انا ما علي بيك، انا اقول لكم نقطه راس سطر شباب. البنيه محترمه، اخلاق كذا على عيني وراسي. اوكي ما حكينا عن الموضوع، موضوعنا مو هيك. موضوعنا ماكو شيء يمس اسمها كبنيه، لا الشيء يمس انه الخداع والنصب والكذب علي انه انا كصديق مقرب تفعيل وضعيه شيخ الكيمر. فهمتوا شباب؟ هذا اللي اني اقول لكم اياه. انا هاي مشكلتي فقط وياه، ما شفت عليها شيء ثاني حرام. اللي شفته هو فقط ما يخص انه شلون هي يعني ما احترمت الصداقه، ما احترمت اللي بيننا من اخوه، ما احترمت اللي بيننا من قعده وصداقه وهدايا بعيد ميلاد، وتكذب علي بكل شيء. انت لو تقول مثلا انه هي هاي شيء يخصها ما تريد تقوله لاحد انا وياك، لكن بما انه انا صديق مقرب واعتبرها مثل صديقه واخت وكذا، وتعرف عائلتي وتعرف كل شيء عني حقيقي، وانا اكتشف انه انا كل شيء ما اعرف عنها لان كذب علي، شو ما تريدون انصدم انه ايش قد نصابه. هذا هو الموضوع، هاي هي السالفه كلها، والله العظيم هاي السالفه كلها. البنيه ما عندي شيء كشرف كسمعه كاسم، لا محترمه وما شفت عليه شيء وخوش انسانه، لكن ما يخص الكذب والنصب والخداع عيب، وهذا اللي احنا نحكي عليه. هاي موضوع وياه هاني، هذا هو كل موضوع وياه. هسه ناشرين منشور انه ابو عطوان ما اعرف منه وكذا وكذا، واحد فارغ وجا سحله. انا اريد اشوف شلون تسحليني خراب. اني شوفي
وحق الله تصير بوس قنادر بالموضوع. ليش تورطون نفسكم في ورطه؟ لا تحكين حكي اعوج حتى لا اني احكي حكي اعوج. زين انتهى الموضوع. ما عطشة عين اسوي لك حساب جديد. بالمناسبة شباب، مرخصتك ابو عطوان اريد من عندك استطول لمدة دقيقة. شباب حبايب قبل موجودين بحساب ابو عطوان. كانت 3 سنوات حلوة وياكم على التيك توك، كانت بثوث كلش حلوة وياكم على التيك توك ونستمر بيها ونسوي لك حساب جديد. خل اكمل. كانت ونسة وياكم حلوة على التيك توك، حيل تشرفت بيكم وتشرفت تعرفت على هواي ناس حلوة الداعمين. ما اريد اذكر نسوي لك حساب جديد كلهم. اعلنت اعتزالي بعد التيك توك، هذا الحساب اللي كانت فيه ذكريات حلوه. لا حيدر سوي لك واحد جديد. مو قصه انه انكسرت او هاي، اوكي لا مو انكسرت، انا ما ضجت بس ما يهمني عادي طز. زين بس هذا دليل انه انا يعني ما يهمني. فاني الشيء اللي راح خلاص راح. انا اعلن اعتزالي على التيك توك. لا تعلن ولا شيء. بعد ما راح تشوفوني من رخصتك ابو عطوان، هذا قراري وحر بيه، هذا رايي. بعد ما راح تشوفوني على التيك توك، ما راح تشوفون لايفاتي. شكرا لوجودكم كانوا وياي ودعمكم لي طول هاي الفتره، وشكرا لوجودكم اللي كل واحد يجي البث ويكبس. انا بالنسبه لي اعتزلت، يعني حتشوفوني مرات موجود ببث ابو عطوان حسب فراغي يعني. ان شاء الله تلقونا باليوتيوب او بالانستغرام، نرجع لحياتنا الطبيعيه. صديق وسيلين بتاثر مسلسل دارك. زين فاتمنى لكم يعني فرصه سعيده. تعرفت على هواي ناس قريبين شباب. الشباب داعمينكم. لا شباب انا اريد من عندكم تسوون حيسوي. لا ابد والله ابو عطوان، هذا قرار الرايي، هذا قرار الشخصي. تستطيع ان تمسك هذا القرار وتحسه هو في طيزك. انا طيز يقصد يعني وتفره لك في طيز علي ثار. المهم شباب، فانا على اعتزالي شباب. بعد احد يقول لي وين حساب التيك توك الجديد مالتي؟ ما عندي اي حساب اسمي اسمه حد الطائي، مو الي ومو تابع لي. انا اعتزلت التيك توك بعد. شكرا تحياتي. نرجع نكمل. طاهر الخزرجي واحد فرخ وكي وجوعي وفقر، ويجي هنا يتوسل ببغداد يجدي على الفلوس اللي تجي يعطيها السينين اللي هي امال الخزرجي على اساس السينين الدينامي. منو هي تعطي. هي يعطي الفلوس لها ويقول لها هاك هاي نسبه من الارباح مال الجدوى مالتك. لا والله كانت تعطف علي خطير. هي كانت تعطف علي، هو ما عنده كرامه والله. لا انا اشوف كان علي ولا مو علي شباب صراحه، بالرغم خلاف وياها، بس هي صراحه كانت تعطف علي، يعني كانت تنقهر علي، كانت تعطف علي، كانت تطي. وهذا يعني مثل شلون عندك كلب صغير بالضبط. يعني لازم تداري، وهو عاجبه الموضوع يعني هو كرامه ما عنده كرامه نير. زين والله لا اسوي والله لا اسويك شباب. اللي قهرني بخصوص هاي البنيه انه انا 3 سنين او 4 سنين معتبرها صديقه واخت مقربه، وتعرف عائلتي وتعرف اهلي، واني كل شيء ما اعرف عنها، وكل اللي اعرفه هو عباره عن سراب وكذب. يعني ايش قد انا بالنسبه لها لحد صفر، ايش قد بالنسبه لها انا انسان ما اسوى اي كلمه اي حق اي، يعني شلون اقول لك، يعني مو بعينها. هذا اللي قهرني شباب، هذا اللي خلاني احس انه اني ليش انا بديت اكرهها البنيه، كراهيه، يعني تعلمت الكراهيه من عندها، تعلمت بسببها، تعلمت شيء اسمه كراهيه، لان حسيت انه اني لا شيء. يعني انا اعتبرك انه انت لحظه عتبان الدخانه معود، يعني انا اعتبرها صديقه واخت وكذا، وتعرف وتعرف كذا، وحتى فكرت بشغله يعني معينه اساعدها بيها، واحاول بكل هاي السنين اسوي كل ما اقدر بيه حتى اساعدها، لكن انصدم انه انا ما اعرف عنها اي شيء، وكل شيء عرفت عنها هو عباره عن كذب وكذب وخداع. فهذا هو اللي خلاني لحد الان مدى استوعب شنو من قابليه وشنو من بشر هاي. يعني حيدر شنو هالقوه هاي القابليه والقدره اللي عندك اللي تخليك يجي. طبعا شباب انا حسوي حساب من حسوي حساب الحيدر، ما اريد انا كنت رايده ابو عطوان بعافيتك 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 ابداعت كل ما تحبه وتعزه. البارحه ايش قلت لك انا؟ وقلت لي لا استمر. ايش قلت لك انا البارحه؟ قال لي اعتزل، بس لا خليك والله ابد والله هذا قرار. انا كنت رايده حجه صراحه. زين انا كنت رايده حجه. لحظه عندي لك حل.
اخذ مالت الحساب ذاك التيك توك. ما اريد، لا انا ما اريد. اخذ حساب ذاك الثاني ما داس. روح تتابع ذاك الحساب. لا 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 ابد ابد ابو عطوان. لك ما استفاد منه شيء. اوكي راح اقول لهم لا لا ما يفيد او شنو، اذا صار في شيء اسوي هيك اسوي حساب جديد. اوكي صحيح، بس انا ما احتاج حاليا، ما استفاد. لا شباب والله العظيم انا اعتزلت رسمي، ممكن انزل يومياتي بيه، ممكن اقلب بيه. لا ماكو تنزل بيه مثل قبل، بس شنو عوف الجيجاير راح ملواتك انت تبلد تك الجيجاير. لا ابد والله ابو عطوان اعتزلت، هذا قراري الشخصي، اتمنى ما تتدخل بيه ابو عطوان. انت تتدخل بكل شيء صراحه. لا اتدخل زين وانت والله اتدخل قصدي. لا ابو عطوان جديات والله انا جديات. قراري الشخصي هذا، اتمنى يعني تستطيع ان تمسك قرارك وتفره وتضعه في كيسك. لا في طيش عليه ثار. المهم في تيزه دحس بالدفن بدون لا تقول ايش كاتب. مرة قرأت اسم على الفيس، انا ثالث غير فراغ دعارة. تذكر هذا اسم الحساب مال الفيس؟ هذا واحد كرهته وكذا. المهم فشباب انا بالنسبه لي بعد لا جديات ابو عطوان هسه هذا حسابك راح يستغلوها فرصه، بس افهمني شباب. انا اعرف اكو ناس حتسوي حسابات باسمي، بس خل اوضح. لا شباب الحساب مالتي مال انمي راح اغيره اسوي له. ما اريد والله. حيدر هذا قرار ما راح انشر بيه. حيدر ما اعرف انا حغير بيه واعطيك اليوزر نيم والباسورد والله ما علي. انا بالنسبه لي شباب قدامكم انا اعتزلت صراحه. ما هاي فيديوهات تستلمها يعني. احنا نضحك عليك ليش تسوي؟ لا والله حدوره في دوره. طلع الخمشي. لا في دوره حيدر جديات. طلع الخمشي. استمر بيه خليه يطلع ما دام اكو دخان، او يمشي الدخان. يمشي الدخان خليه يطلع القمش. حار التيك توك حار. اي مو انا تري يشمتون لا بالعكس والله خاف عبالكم تشمتونا. وهاي البارحه ابو عطوان قلت له انا صراحه تحبك مو هي تحبك عين. انا اموت عليها ويدري ابو عطوان كان لازمني لهالقد ما كنت احبها. فمو قصه شماته لا تفرحون. ابو عطوان بنفسه انا بالنسبه لي عندي شغل، اشتغل بشركه مال سفر وسياحه، ويعني ملتيها اسافر وما عندي اي وقت للتيك توك. وصراحه انا من النوع المزاجي افتح بثوث اشوف دعم ماكو، اي زين افتح بث اشوف ماكو تفاعل، اشوف ماكو دعم قبل اسده. عاشت مجمع لي كم فلس بيه حتى ادزهن بالجوله راحا، والحساب راح بيه ذكريات حلوه. طز ما يهمني. انا بالنسبه لي كنت ناوي من زمان اعتزل التيك توك لين لعبان مختصر مفيد. اي حساب تلقون باسم حد الطائي او خالد صورتي او ينشر فيديوهاتي ترى مو الي. حد الطائي اعتزل التيك توك رسمي، ماكو دخل بحكي ابو عطوان، هذا قراري شخصي وحر بي. اعتزلت التيك توك، تلقوني على اليوتيوب بعد بس. وشكرا. خلينا نشوف الفحم. عبود عبود سنين والحساب هي وهذا. اي شباب نرجع لموضوعنا. فاني والله اللي مضوجني انه ليش كذب هالنصب. يعني شو يصير مثلا اذا قالت انا هذا اخوي هذا رجلي، انا حبيت العلاوه وقتها والله العظيم حبيته وسوالفه حلوه وكذا، يعني ما راح يختلف ويانا شيء، يعني ما راح يفترق شيء ويانا. ما اعرف ليش الكذب، يعني ماذا افتهم. يعني اذا قلت مثلا هذا رجلي، ترى الناس كلها يعني مو كل الناس تفكيرها وسخ مثلا توقعين يريدوا شغلات. قولي اني هذا رجلي اي على راسي يعني وسهلا بيك تو رجلك ما بيها شيء. قولي هذا ادم مو ابنه، قولي هذا مو ابن اخوه، اي قولي امك يعني ميته، يعني قولي انا مو دلميه ما بيها شيء. ليش الكذب؟ ليه بس بعدها الصر انه هذا الموضوع مو هيك. هي هاي الشغله اللي اني انت شايف انك تجيب الكذاب تواريه فيديو، هاك فيديو شوف الفيديو، هذا الفيديو دليل انه انت كذاب. يقول يقول لا هذا الفيديو مو حقيقي، هذا فيديو كذب. يا شلون كذب؟ لا مو هذا الفيديو هو مو هيك، يعني هو مو هيك بشر صعب. شلون عرفت انه هذا كذب؟ انا اقول لك شلون. لان ما ادري واحد يكره من قرايبها، يكره
ما شاء الله عنده وايد ناس يكرهوه. ما ادري واحد هكر، هذا هكر من صدق اللي مسوي هذا، واحد كلب يمكن هذا الهكر. الو. ما ادري هكر، ما ادري منو لين حاشي عليه آه بالمنشور. مع العلم والله العظيم اوكي. اكثر من مره يجي يريد ينشر بالجروب مالتي وانا وصيتهم كلهم، قلت لهم ما لكم دخل بالمنشورات اللي ينشرها اي هذا شخص اللي يحكي على سيدي، احنا ما لنا دخل، ما علينا، مو حبا بيها لا والله، قلت لهم ما علينا. والله كذابه. بس الموضوع طلع شنو؟ طلع يعني يحكي عليه أهمية. المهم انا طز خليه يحكي اول واحد اخر واحد زين. هي هاي السالفه. الفيديو لحد الان موجود، يعني اللي نشره هذا بجروب اسمه اله الحرب او كذا. بس انا طاهر خلاص غفرت عليه بالقرآن. اني اكو اثنين حكوا علي تعرفون، هذا ابو الزيج طرطيط، بس تعرفون ابو الزيج من هو؟ يعني اي والله شوف، هو انا كنت كنت افكر انا صدق اعتزل، والله جديات افكر اعتزل، بس ربما ضرة نافعة بالنسبة لكم. احاول هسه ما اعتزل على مود لا اشمت اللي يكرهوني، مثل سيرين ورجلها، لان ذولا يدورون شماته، يدورون شمات هذول. فاني لعيونك ولعيون علامة رجلك الله يحفظكم، وتجون هنا وتسحلوني. انا اريدكم تسحلوني، انا اريدكم تسحلوني، والله اتمنى تجون تسحلوني، لان جديات محتاج اسوي ديكور للغرفة، اسوي فشي فخم ودا الم فلوس، يعني والله يعني تساعدوني، يعني والله تساعدوني حيل. يعني يب يا السالفة. بدل 137 لا 137 وردة دزوا شرشريه. بس شباب جديات انا اريد اساعدوني الحساب مال ابو عطوان مال ذاك مال تيك توك، لان خطيه حيدر ما بي حيل يرجع من جديد، اريد نسوي له الحساب من جديد. فالحساب مالتي مال انمي اريد اعطيه اياه، يستاهل. حدول وقف وياي وقفه ما حد وقف وياي صراحه، لان اكو وقفوا وياي الشباب امانه الله، اللي وقفوا وياي بالتجمع وقفه مو طبيعيه. يعني صراحه ينحق ينحكي، هو حيدر الطائي، هذا الولد راح يحكي برا. وراه اجا كاظم الموسوي صراحة، والإديتور زهير وعلي جاسم، والولد ساعده هواية من بوني وإبراهيم كمال، يعني هو ميثم هذا الولد هم خطية اجا ساعد بوش بعد منه كلهم اجوا ساعدوا، كلهم وقفوا وقفة، كلهم حسيتهم بظهري، سووا شيء يعني صراحة أنا جدا فخور به. التجمع هذا مو تجمع مال أبو عطوان، هذا تجمع الأصدقاء، تجمع الأحبة، كان تجمع ناجح. الفيديو لحد الآن يشتغلون عليه مونتاج. أنا مسوي قناة مال أنمي شباب، وأريدكم والله شوف أنا ما شوف مو أقدر أفصلهم هيك بكيفي أفصلهم، هسه هو اكو فرصة يعني افصلهم اذا جوي هنا حتى تصير دوسة بيت. ايش بيك انت؟ ما لازم يعني يوقع الحق عليهم. فانا اتمنى من الله انه يعني يجوني للبيت حتى اقدر افصلهم وقتها. بس ابن خالي دخلوا على بيته
دخل علي بيت الرجال فصلوا، بس فصلوا ورقة والله تعدل خطية رتب وضعه كذا. والله داق لكم جديات. يعني اكو يعني رزق من الله يجي، وين الله، انا اتمنى من الله يجي والله علاوي يدوس بيتي، والله اتمنى. يعني انا بمنطقة هنا عندي محافظة وكذا وسوالف، يجيني شخص يتعدى علي افصله، وراها شكوى، اوكي، ورا الشكوى سفارة. يعني اشتغل من 3 جهات. والله جديات. بس انا قلت كذا اذا فصلة زينة يجوز استغني عن ما احكي يعني صراحة. لا يعني اذا واحد بالبيت سبكت فصلة مو هيك يوسف حبي، انا اقدر افصله على ثار هو ومرته سيرين، لان انا اندل بيتهم، اعرف اساميهم الحقيقية واندلهم، فاقدر افصلهم، خصوصا اذا سواها وجه. انا ادري ما يسويها للاسف، هذا حظي والله، ما يسويها، يعرفون كل الزين اذا يسويها ينفصل. يعني حتى لو يعني ما يعني بقانون العشائر اذا هو عرفه زين، اذا تدوس بيت واحد تبلع حرفيا. وحتى لو ايش ما يقول السبب انه هو لاجله يريد يفصلني، هم شلون ماكو في السبب. انا ما حكيت على عرضه بشي مو زين، ولا حكيت على عرضه بشي كذا، ولا قلت في شيء، بالعكس نهائيا. هاي قلت بنية محترمة مؤدبة كذا، لكن مخادعة ونصابة، وهذا شيء ما بيه شيء، أنا عندي دليل عليه أقدر أحكي به، فلذلك لا أقوله، وأكو أدلة هواي تثبت. أيضا الكذب والخداع والنصب أنا ايش دا أقول، هذا شيء طبيعي. يب. أنا أتمنى من الله، حتى انتظرت، قلت بلكي تشتكي علي منا مثل ما اشتكت على كاظم الموسوي، هي اشتكت على كاظم الموسوي، تمنيت من الله تشتكي علي. قلت قبل أنا عندي ابن عمة أمي محامي كبير، قلت والله يعني أطالب بتعويض في شيء مرتب، يعني والله العظيم أنا أدري ما عندهم، لذلك أنا أطلب تعويض. هذا كله على مود واحد يتعلم ما يفتح حلقه. انت غلطان، الغلط براسك. انتوا نصبتوا على العالم وطيتيهم حياة، اعطيتوهم قصة وهمية وكذب. بعد شنو انت تحكي؟ لا ما اشر على سيني بقناتي، وات مستحيل. لا يابا لا، انزل في شيء يسوي انت بابا زين عيني. فأنا من يجي يهددني إنه يجي يسحني، أويلي يا الله أنا طاق سكرين، طاقيت دازيل سكرين، لأن هو مسحه التعليق. أنا أنتظر بفارغ الصبر، أتمنى تجي وتسحن، والله أتمنى. زين أي يلا عيني.